أهلا بيكم. في الشرح ده هناخد الموضوع خطوة بخطوة ونشوف إزاي نعمل دايرة تحكم لموتور صناعي، والأهم إزاي نعملها صح وبأمان. بصوا كده. دي المكونات اللي هنلعب بيها النهارده. عندنا الموتور نفسه ومعاه قاطع الدايره. وطبعا المنظر ده بيقول كل حاجه، لو سيبنا الدنيا صح على بعضها هتتحول لكلكعه اسلاك ملهاش اول من اخر. طيب، حلو قوي. معانا الموتور اهو. طب ازاي بقى نتحكم في القوة الجبارة دي؟ ازاي نشغله ونطفيه من غير ما تحصل كارثة؟ هو ده بالظبط اللي هنعرفه مع بعض. دي خريطه الطريق بتاعتنا. هنبدا الاول نفهم الموتور ده بيشتغل ازاي، وبعدين نعرف هو محتاج ايه بالظبط. بعدها هنختار له البودي جارد بتاعه والمفتاح اللي هيشغله عن بعد. بعدين هنشوف ازاي نوصل الليله دي كلها ببعضها بامان. وفي الاخر خالص هنجيب حته ذكاء كده، نخلي الآلة نفسها ليها حواس. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. أول حاجة وأهم حاجة في أي دايرة كهرباء هي الحمل أو اللود. والحمل بتاعنا هنا هو بطل القصة، الموتور الصناعي الثري فيز. ده اللي بيعمل الشغل كله، وكل حاجة هنعملها بعد كده هتكون متصممة مخصوص عشانه هو. مهم نعرف إن مش كل الأحمال الكهربية زي بعضها. المواتير دي ليها تصنيف خاص بيها اسمه AC3. طب إيه اللي بيميزها؟ تخيل كده إن الموتور ده عامل زي عربية سباق واقفة على خط البداية. أول ما بتدوس بنزين بتسحب طاقة جبارة في الأول عشان تنطلق. هو ده بالظبط اللي بيحصل. الموتور بيسحب تيار في البداية ممكن يوصل ل6 أضعاف تياره الطبيعي. ودي نقطة في منتهى الأهمية، لأن الحماية اللي هنحطها لازم تكون ذكية كفاية إنها تفهم إن دي مجرد انطلاقة ومش قفلة، فما تفصلش. وده بقى ياخدنا لأول خطوة عملية. قبل ما نشتري أي حاجة لازم نفهم لغة الموتور، نعرف بالظبط هو محتاج ياكل كهرباء قد إيه عشان نعرف نجيب له الأكل المناسب ليه. والحل كله موجود في الحتة الصغيرة دي، لوحة البيانات أو النيم بليت. دي فعلا شهادة ميلاد الموتور، عليها كل تاريخه وكل أسراره، قدرته كام، بيشتغل على فولت كام، والأهم بيسحب كام أمبير. طيب، إزاي نعرف رقم الأمبير ده اللي هو تيار الحمل الكامل؟ عندنا 3 سكك. السكة الأولى والأسهل إننا نقراه مباشرة من على لوحة البيانات. السكة التانية لو الرقم مش مكتوب إننا نحسبه بمعادلة بسيطة. أو السكة التالتة ودي اللي معظم الناس بتعملها، إننا نطلعه من جداول ستاندرد. وفي الشغل العملي بقى محدش بيوجع دماغه بالحسابات. الجداول اللي زي دي هي الحل السحري. كل اللي بنعمله إننا بنبص على قدرة الموتور بتاعنا والفولت اللي شغال عليه ونمشي مع الخط. الجدول يقول لنا على طول الموتور ده محتاج كذا أمبير. خلصت. حلو قوي. دلوقتي احنا عرفنا الموتور ده زبون تقيل وبيسحب كام امبير. جه الوقت بقى اننا نعين له البودي جارد بتاعه. اول واهم عنصر حمايه قاطع الدايره او السيركت بريكر. وظيفته ايه البودي جارد ده؟ بسيطة جدا. لو حس ان في تيار زيادة عن اللزوم داخل على الدايرة، سواء بسبب حمل زيادة او لا قدر الله حصلت قفلة، بيقوم قاطع الكهرباء فورا. بيضحي بنفسه عشان يحمي باقي الدايرة الغالية. والبودي جاردز دول في منهم نوعين مشهورين قوي بنستخدمهم، الام سي بي وده القطع الصغير، والام سي سي بي وده اخوه الكبير بقى. الفرق بينهم عامل زي الفرق بين حارس امن على باب فيلا وقوة تأمين كاملة لمبنى. الام سي بي ده بتاع الأحمال الخفيفة، طيارات قليلة وقيمة الفصل بتاعته ثابتة ما بتتغيرش. أما الام سي سي بي ده بتاع الشغل التقيل، بيتحمل طيارات ضخمة، والأهم إننا نقدر نظبط قيمة الفصل بتاعته زي ما احنا عايزين، وعشان كده دايما بنلاقيه في اللوحات الرئيسية. تمام، حطينا الحماية. بس أكيد مش كل مرة هنعوز نشغل الموتور هنروح عند اللوحة ونرفع سكينة القاطع بإيدينا. لازم طريقة للتحكم عن بعد. هنا بقى بيظهر بطل جديد في القصة، الكونتاكتور. الكونتاكتور ده عبارة عن إيه؟ فكر فيه كأنه مفتاح نور بس شغال بالكهرباء بدل صباع الإيد. هو زي الريلي بالظبط بس على ضخم، معمول مخصوص عشان يستحمل التيارات العالية جدا بتاعة المواتير. فكرته عبقرية وبسيطة. جواه في ملف صغير، الكويل. أول ما ندي للملف ده كهرباء خفيفة بيتحول لمغناطيس، ويقوم شافط المفاتيح الرئيسية لجوه، فتقفل الدايرة والكهرباء تمشي للموتور. فصلنا الكهرباء عن الملف، المغناطيس يروح والمفاتيح تفتح تاني. تحكم كامل بتيار صغير جدا. تمام. دلوقتي معانا الموتور ومعاه البودي جارد بتاعه القطاقة، ومعانا زرار التشغيل عن بعد الكونتاكتور. فاضل ايه؟ فاضل الشرايين اللي هتوصل الدم لكل الأجزاء دي، الكابلات. واختيار الكابلات ده مش هزار، دي خطوة ممكن تحمي المكان كله أو تحرقه. وهنا في قاعدة أمان ذهبية لازم نحفرها في دماغنا. لازم دايما البودي جارد القاطع يكون أقوى من الشخص اللي بيحميه، الكابل. يعني إيه؟ يعني لو القاطع بيفصل عند 50 أمبير ما ينفعش أجيب كابل آخره يستحمل 40 أمبير.
لازم الكابل يستحمل أكتر من القاطع عشان نضمن إن القاطع هو اللي يفصل قبل ما الكابل نفسه يولع. والرسمة دي بتلخص الرحلة كلها. الكهرباء بتطلع من المصدر 1، أول محطة ليها هي البودي جارد بتاع القفلة قاطع الدايرة 2، لو عدت بسلام تروح للمفتاح الأوتوماتيك الكونتاكتور 3، بعدها بتقابل حماية تانية متخصصة أكتر الأوفرلود 4، وده بيحمي الموتور نفسه لو فضل يسحب تيار عالي زيادة عن اللزوم لفترة. لو كله تمام الكهرباء توصل للموتور 5 ويشتغل. تسلسل منطقي جدا وآمن. لغاية هنا إحنا بنينا دايرة محترمة جدا وآمنة، بس لسه محتاجة حد يدوس على زرار عشان تشتغل. طب إيه رأينا لو نديها ليفل الوحش؟ نخلي الدايرة دي ذكية، نخليها تحس باللي بيحصل حواليها وتتصرف لوحدها. هنا بنفتح باب عالم الأتمتة عن طريق الحساسات أو السنسورز. أشهر نوعين من الحساسات دي هم حساسات القرب. النوع الأول الحثي أو اندكتيف، ده متخصص في المعادن بس، ما بيشوفش غير أي حاجة معدن. النوع التاني السعوي أو كاباسيتيف، ده بقى بيشوف كل حاجة، معادن، بلاستيك، خشب، مية، أي حاجة تقرب منه بيحس بيها. والاستخدامات بتاعتهم بقى ملهاش آخر. يعني ممكن نستخدم حساس بسيط زي اللي على الشمال ده، نحطه في آخر السير، وأول ما علبة الكنز المعدن توصل عنده يدي إشارة للموتور بتاع السير إنه يقف. أو ممكن نعمل حاجة أعقد زي نظام التحكم في مستوى مية في تانك، نحط حساسين، واحد فوق وواحد تحت. أول ما المية تنزل عن الحساس اللي تحت يدي إشارة للموتور بتاع التلمبة تشتغل، وأول ما المية توصل للحساس اللي فوق يديها إشارة تفصل أوتوماتيك بالكامل. وبكده تكون الرحلة اكتملت. بدأنا بمجرد موتور ووصلنا لآلة ليها حواس بتقدر تحس باللي حواليها وتاخد قرارات بسيطة. ده يخلينا نفكر، طالما الآلة بقى عندها حواس، تفتكروا إيه اللي ممكن تعمله بعد كده؟